يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة هريسة الشطة، بس هنعملها بقى بطريقة حكاية. هنعملها زي ما بنشتريها من بره بالظبط، ومش قادرة اقول لكم الطعم والريحة والنظافة رهيبة. بس بقى يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. معايا هنا بقى كيلو من الفلفل الاحمر السبايسي، نفس الحجم ده كده. بيكون برضو في السوق في فلفل احمر برضو، بس بيكون صغير شوية، ما بيبقاش حامي قوي. اما ده الشطة بتاعته بتكون زايدة شوية. فطبعا يرجع لك طبعا الاختيار لاي نوع، دي حاجة ترجع لك انتي. هبدأ بقى اخد الفلفل واقطعه كده من فوق واقوره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالمقوار. ده بيكون سهل جدا وبيسهل عليا ان انا اطلع البذر بسهولة، غير طبعا ما افضل اقطع فيه واشيل البذر بقى وهو اصلا حامي وهيبهدل ايدك. فالطريقة دي سهلة جدا وبتسهل عليكي قوي بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده هخلص بقى كل الكمية بالطريقة دي، واخده بقى واغسله وارجع لكم تاني. هنا كده خلاص غسلته بقى ونضفته كويس من كل البذر اللي فيه زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيه ايه. جبت هنا بقى القطاعة اللي هقطع عليها. هبدأ بقى اقطع الفلفل كده بالشكل ده، هقطعه حلقات. ويا ريت تحاولي على قد ما تقدري وانتي شغاله في الفلفل ده تكوني لابسه جلافز في ايدك، لانه مش قادره اقول لكم حامي جدا. وبصي بيخلي ايدك بجد يعني صعبه قوي لو انتي ما لبستيش جلافز. تمام، هاخده هنا بقى واحطه في الكبه وهنزل عليه ب10 فصوص من الثوم. وهاخده بقى اضربه كويس قوي في الكبه، انا عايزاه يكون ناعم. هنا بقى ضربته بقى معايا بالشكل ده. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هحط عليه 5 معالق كبار من الملح، دول كده 5 معالق. تمام، واقلبهم كويس قوي مع الفلفل. وهنزل عليه كمان بمعلقه من الصلصه. معلقه الصلصه دي بتخليه بالظبط بالظبط زي بتاعه بره، والله ما هتفرقيها نهائي نهائي. ومش قادره اقول لكم الطعم حكايه حكايه. هنزل عليها بقى بشويه من الزيت واقلبهم كويس كده مع بعض. انا عايزه الزيت يتجانس مع كل الخلطه دي. تعالوا بقى اقول لكم انا هعبيه ازاي. عندي هنا بطرمانات انا معقماها في غسالة الاطباق. لو ما عندكيش غسالة اطباق تقدري تعقميها عادي على البوتاجاز. بتحطي حلة على النار فيها مية مغلية وتنزلي فيها البرطمان عادي، مفيش مشكلة خالص. تسيبيه لمدة 3 دقايق وهيبقى كده هيتعقم معاكي وهيبقى جاهز كده اللي انت تحطي فيه الهريسة. هنا كده خلاص كنت حطيت بقى الهريسة في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. واتبقى شوية الصغيرين دول حطيتهم بقى في علبة. هبدأ استخدم اللي في العلبة طبعا الاول، والبرطمانات دي انا هشيلها في الفريزر، ولو عايزة اشيلها في التلاجة مفيش مشكلة، احط على وشها زيت وهتفضل معايا في التلاجة لمدة اسبوعين او 3 اسابيع ما يجرالهاش اي حاجة. لان انا حاطه لها الملح مادة حافظة ما يحصلهاش اي حاجة. بس انا طبعا هحطهم في الفريزر لانهم هيفضلوا معايا فترة طويلة. دي بقى كانت وصفتنا النهارده. يا ريت بقى لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.